بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل عام وأنتم بخير. النهاردة 15 مارس أول جمعة في رمضان. هننزل نشوف تقارير السوق مع أبو حبيبة النهاردة بعد ارتفاع وانخفاض الدولار. هنشوف الدنيا هل حصل فيها تغيير هل ما حصلش. ان شاء الله نقدر نجيب لكم تقارير السوق النهارده ونكون ملمين بيها ان شاء الله، عشان خاطر متابعينا وحبايبنا اللي على القناه. ان شاء الله لازم ننزل ونصور ونجيب لهم اخر تطورات السوق مع ابو حبيبه ان شاء الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلى على حبيب قلبك يطيب مع قناة اخويا وحبيبي الاستاذ رضا السني. حبيبي طبعا الاستاذ رضا من الناس المحترمة اللي في السوق. الاستاذ رضا حبيبي طبعا معايا اخويا والشق بقى بجد بجد استاذ عبد العزيز صاحب قناة الخواجة. طبعا الناس دي يعني انا بحترمها والله وبعزها في الله في الله واني احبكم في الله، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. برضه محترم الحاج وانت من الناس المحترمه حبيبي يا حاج. ناس كتيره ما تعرفنيش بس هي دلوقتي عرفتني. لا الاستاذ عبد العزيز صاحب قناه الخواجه ابو حور حبيبي واخويا. معانا بفضل الله النهارده يا استاذ رضا. بس في حاجه بس معلومه النهارده، طبعا في عمليه ركود تام في بيع وتداول العصافير، اذا كان بيع ولا شراء. تمام. الناس النهارده ابو حبيبه بتسال على اسعار العصافير، هل حصل فيها انخفاض؟ بسيط، هو مش ملحوظ بس بسيط. يعني معلش الكوكتيل النهارده كنا بنتكلم في 1300 جنيه 1200 جنيه وممكن نقل شويه كمان ماشي. المشكله مش حكايه العصفور قل ولا لا، الاكل نفسه غالي. احنا عاوزين الاكل ينزل عشان العصفور نقدر ننزله. هو نزل العصفور نسبيا عشان مفيش لم، اما لو في لم العصفور هتلاقيه في الرافع مش في النازل. طبعا الدنيا مش متظبطه الايام دي. طبعا فتره رمضان عموما كلها البيع بيبقى بنسبه حوالي 10 15% او 85% او 75%. مفيش حد بيبيع، فطبعا في عمليه ركود زي ما احنا قلنا. بس يا ربنا يكرم. طبعا احنا بننزل طبعا عشان حبايبنا وعشان المتابعين، عشان لو حد عاوز حاجه. برضو لو انا مش متواجد في السوق في اي يوم تاني موجود في المزرعه ان شاء الله، والارقام بتاعتي برضو هتبقى مع الاستاذ رضا السني. ولو حد عاوز حاجه انا تحت امره، لو حد عايز يتابعني على القناه بتاعتي انا تحت امره برضو. اي استفسار تحت امره مع ارقام الواتس اللي هي 0100، وربنا يكرم ان شاء الله. النهارده معانا مجموعه زبره طبعا بفضل الله تم بيع يعني كميه كبيره منها بفضل الله. في ناس بتيجي تشتري بال10 جوز و 15 جوز عشان عصفور منتج وسريع في الانتاج، فهم بياخدوا كميات بيسيبوها في مطارات كبيره. العصفور بيبدا من 300 350. دي مجموعه الاناث ودي مجموعه الذكور. بسم الله ما شاء الله. فيهم بلاك شيك وفيهم بلاك فيس وفيهم سي اف وفيهم ابيض قطنه. فيهم مجموعه حلوه ان شاء الله. معانا مجموعه الجرينات قص بينابل شباب عمر حوالي 4 شهور. ودي حته يولوسايد بنت حاجه تانية يا جدعان، ان في كتفها كده مش بنت يولوسايد عاديه، فان شاء الله خير. جواز الجرينات بتبدا من 4 ل 4.5 ل 5 ل 6 على حسب مستواها. في مجموعه تانية برضه هنوريها ماشي. في حته بندوق وحته كناريا. حته البندوق عامله 1000 جنيه وحته الكناريا ايراني المفروض تعمل حوالي 1000 1000 ونص، عاملين 500 جنيه ان شاء الله. ده نوع تاني من انواع الزبرة اسمه اليولي بيك. اليولي بيك هو الفرق بينه وبين الزبرة العادية هو الزبرة العادية الفرق المنقار بتاعه بيبقى مصفر شويه، اصفر مش احمر مش برتقاني، اصفر. العصفور ده بيخش على طفرات كتير جدا، الاورنج الهاف اورنج البلاك بريست البلاك شيك ماشي. بيخش على الايمو، بيخش على طفرات جديده بيخلي المنقار اصفر، يبقى يعني عصفور ذا قيمه شويه. هو العصفور ما حدش عارفه كتير، بس اللي فاهم زبره بياخده عشان يهجن ده. تمام. وربنا يكرم. معانا مجموعه لاف فيرد برضو اول شغل ليها وشبابات ماشي، بتبدا من 600.
الفيشر او اللاف فيرد، عشان برضو الناس مش عارفه يعني ايه فيشر او اللاف فيرد. هو الفيشر هو اللاف فيرد. في سان كينيور قص كبير شغال، وفي حته نص تدريب. القص الكبير شغال المفروض بيعمل 15 و16، لا احنا النهارده بنتكلم فيه 14، وفي خصم برضو للقناه. ده القص يا ابو حبيب. ده القص. تمام. والحته المدبله زرقاء دي هي الانثى لوحديها، نتايه لوحديها. ربنا يبارك. معانا حته كويكر خضراء نتايه كبيره نص تدريب برضو، عامله 3.5 برضو في خصم للقناه. قص لاتيني روز المفروض بيعمل 1000 جنيه، هنعمل برضو في خصم النهارده 950 جنيه. انثى درام عمرها حوالي 5 شهور لسه صغيره زرقاء بنت بلو ماشي، برضو سعرها كويس 900 جنيه، ان هي طبعا معديه اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله. في قص البينو روز المفروض ان هو بيعمل 1300 و1350 1200 لحد عاوز. اخر يمام ماسي ماشي، وهم اكترتهم ذكور، اللي انا بقول ان هم كلهم ذكور. هم 3 حتت وفيهم حته كانت واخده ضرب كده في ظهرها شويه. اللي هياخد ال3 حتت اي حته ما هنقول ب 300 لا ب 250، اللي هياخد ال3 حتت هياخد الحته دي الرابعه ببلاش. القص اليمامي القمري الكريمي عامل 300 جنيه. الكوكتيلات عامله 1200 جنيه و1150 على حسب مستواها. انا المستوى مش عاجبني، يعني مش ده مستوى الكوكتيل بتاعي، بس هو اخر دايما كوكتيل. بيكون افضل من كده. لا 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 افضل من كده بكتير، بس انا مش المستوى ده مش مظبوط شويه ماشي. كانوا جايين من عند اخ كده كان مريض وحاجات زي كده، فخدتهم منه عشان ما يزعلش مني. فان شاء الله الدنيا هتتظبط. والحبشي الحبشي ب 500 ب 600 جنيه. بسم الله ما شاء الله. مجموعه الجرينات الثانيه بسم الله ما شاء الله. قص يولوسايد مستوى عالي جدا هاي ريد. يعني ايه هاي ريد؟ بص الحمار اللي في الرقبه وفي عند العين وعند الجفن، تمام. ده الهاي ريد ماشي. ده بينطبق على البينابل وعلى اليولوسايد ماشي. ده قص كبير شغال مستواه عالي جدا، بيطلع حاجات حلوه ماشي. وده قص شبابات لسه ما اشتغلش. وده قص كبير برضو اول شغل ليه، تركواز. تركواز. وده قص نورمال. الاسعار بتبدا من 4000 لغايه 5 6 على حسب مستواه. تمام. بسم الله ما شاء الله. معانا مجموعه البادجي اللي قوس الرحمن اللي هي الوان الطيف ماشي، وبيسموه اسم تاني انا ما بحبوش اللي هو الريمبو. حته بتبدا من 200 جنيه. الحته النهارده في الريمبو عامله 200 جنيه. بتبدا من 200 150 على حسب مستواها. حسب مستواه. حسب مستواها. تمام. معانا مجموعه انصاص. بسم الله ما شاء الله على التقليد. انصاص الحته بتبدا من 400 جنيه 350 برضو على حسب المستوى ماشي. الفولر بيبدا الحته من 200 220 250 على حسب المستوى. مجموعه البادجي بتبدا من 180 200 220 حسب المستوى وحسب الالوان. طبعا كل لون بيختلف عن الثاني. العين الحمراء طبعا بتختلف عن العين الباندد، عن الهوريكال، عن الاسترالي النورمال، عن الاسبانجل. كل عصفور ليه سعر. تمام. خير لعله خير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله السوق اللي جاي افضل ان شاء الله. والله احنا بص طول شهر رمضان. لا هو بص متوقعين لغايه اخر جمعه في رمضان هيبدا السوق يتحسن، ان هي الجمعه بتاعت رمضان ما يبقاش فيها تداول. تمام. يعني بتبقى متوقع في رمضان ان احنا سوق الجمعه هنا بيعتمد اصلا كمان على بعض المحافظات بتيجي هنا. تمام. يعني في ناس بتيجي من السويس وناس بتيجي من الاسماعيليه وناس بتيجي من الصعيد، فطبعا معلش في الصيام مش هيلحق يروح ويرجع. فده اللي ممكن يكون بيعمل طبعا شويه طبيعي طبعا في رمضان. طبعا يعني حتى الاخوه اللي كانوا بيجوا لنا من اسكندريه يعني مش هيجوا في رمضان، هو هيجي ياخد الحاجه في خطفه ومش هيقف. تمام. على السريع عشان يلحق. تمام. وكل عام وانتم بخير، وربنا يبلغنا ليله القدر ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.